خبر امبارح هي أذيع أو أعلن يعني، في طبعا هناك نسبة كبيرة من أهل السنة في إيران. فأهل السنة دول فيهم ناس يعني تابعين لجماعة الإخوان المسلمين. في جماعة هناك فرع لجماعة الإخوان المسلمين داخل سنة إيران. أعلنوا بالأمس انسحابهم من جماعة الإخوان المسلمين، خروجهم عن هذه الجماعة وقطع علاقتهم بها، أنه مش من الآن وصاعدا لن يكونوا إخوانا مع الإخوان المسلمين. لماذا؟ قال لأن الإخوان المسلمين في كل مشكلة بينهم وبين الرافضة في إيران انحازوا للرافضة ضدهم، ولم يساندوهم المساندة الواجبة لإخوانهم في العقيدة. فأعتقد ما فيش يعني تصريح أقوى من كده، أن المفروض أن الناس دي يعني تفيق وتكفر عما حصل منها من قبل من تزوير الحقيقة عمدا ومغازلة الشيعة مثل هذا الغزل الكاذب الذي فيه تضليل وفيه فتح الأبواب للتبشير بدين الشيعة داخل ديار السنة. فده خبر طبعا لا يمر مرور إننا ينبغي أن نمر عليه مرور الكرام، إن الناس اللي هو تبع جماعة الإخوان المسلمين في داخل إيران من أهل السنة هم أنفسهم أعلنوا قطع صلاتهم بجماعة الإخوان احتجاجا على مبالغة الإخوان في كسب ود الشيعة على حساب أهل السنة، وأنهم ما نصروهم فيما يعانونه من اضطهاد وأذى وقتل وتشريد وغير ذلك، أو مما هو معروف مما يحصل في يعني إيران، بالذات معاناة أهل السنة في إيران. ده نموذج حي لما يمكن أن يفعلوه معنا إذا تمكنوا. ينضم إلى النماذج الحية أيضا في العراق وغيرها.